السلام عليكم، اهلا بكم في درس جديد من دروس تعلم تي في. انا عمر ابو هاشم ودي قناه تعلم تي في. علشان بقى نكمل حلقه النهارده على خير، نبدا حلقه النهارده بالصلاه على النبي، وتنزل تشترك في القناه دلوقتي وتعرف تعمل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الحاجه الثانيه تعمل لايك للفيديو ده وتوصله ل 1000 لايك علشان الفيديو ينتشر والناس تستفاد. وليتس جو بيبي، نبدا حلقه النهارده. اول لازم نعرف ان لازم تتعلم مهارات في 2023. ويمكن الفيديو ده شفت منه يعني فيديوهات كتير جدا، زي ناس كتير اتكلمت عن اهمية البرمجة واهمية اللغات واهمية الديجيتال ماركتينج. والحاجة الاخيرة اللي هنعرفها في اخر الحلقة دي، فتابع الحلقة دي للاخر. اول حاجة، مهارات في 2023 لازم تبدأ تتعلمهم. يعني ايه لازم تتعلمهم؟ يعني لازم تبدأ تتعلم المهارات دي. زي اول حاجة مثلا البرمجة دلوقتي بقت شيء مهم جدا جدا في سوق العمل. البرمجة دلوقتي لازم تفتح لك حاجات كتير جدا جدا تبدأ تتعلمها، واساسيات كتير لازم تبدأ تتعلمها في البرمجة، لان البرمجة دلوقتي بقت شيء اساسي في الحياة. لكن ناس كتير بتجهل فكرة التعلم البرمجة، وتقول لك ايه اللي انا هستفاده مثلا لما اتعلم برمجة؟ اللي اتعلمته واللي استفدته ان في حاجات كتير احنا ما بنستفادش منها في حاجة. يعني مثلا انا لما اتعلم برمجه مثلا وما لقيتش سوق عمل ليه، انا استفدت من البرمجه. مثلا واحد زي الاستاذ ابراهيم عادل، هل هو استفاد بالبرمجه اللي اشتغل بيها؟ ممكن يشتغل او استفاد بيها في مجاله، هو استفاد منها ان هو عمل مثلا ويب سايت ينشر عليه، مثلا يامن حساباته، يعمل حاجات كتير. لكن هل هو اشتغل زي مثلا اسامه زيرو، الباشمهندس اسامه زيرو اللي هو اساس وعصب البرمجه؟ فعلشان تبدا تفهم يعني ايه برمجه، لازم تتعلم اساسيات البرمجه زي جافا او السي بلس بلس او حاجات كتير او بلس بلس اس. ففي لغات كتير للبرمجه لازم تبدا تتعلم فيهم. طب ايه اللي انا هستفيده لما اتعلم برمجه؟ بيكون سوقك او قيمتك في سوق العمل تقيله جدا لما تبقى معاك فكره البرمجه. وفكره البرمجه دلوقتي زي الاستاذ ابراهيم عادل عامل شانل، مش عارف اسمها، مش متذكر اسمها قوي، ولكن هي بتاخدك من الصفر او من تحت الصفر اساسيات البرمجه وبتطلع بيك لغايه الاحتراف. هو شغال دلوقتي على ابلكيشن للبرمجه. دي اول حاجه، البرمجه ثم البرمجه ثم البرمجه. الحاجه الثانيه اللي لازم تبدا تتعلم وتعرف اهميتها الا وهو الماركتنج او التسويق. لازم تعرف تسوق لنفسك، حتى زي ما قلت لك برضه في البرمجه، حتى لو مش هتشتغل بيها بس تعرف اساسيات ان انت لازم تسوق لنفسك صح. مثلا معاك منتج معين عايز تعرف تعرضه كويس، عايز تشتغل عليه كويس، مثلا عايز تسوق لنفسك في حاجات كتير، قادر ان انت معاك مثلا انت شخص فوتوغرافي وبتعرف تصور، تبدا تعمل ويب سايت معين وتبدا تشتغل عليه. فالماركتنج او التسويق الشبكي او التسويق الرقمي فشيء مهم جدا لازم تبدا تتعلم. وانا برشح لك زي مثلا جوجل عامله كورس في التسويق الرقمي جميل جدا جدا لاساسيات البرمجه، اساسيات الماركتنج. وشيء مهم جدا جدا لازم ان انت تبدا تتعلم ماركتنج، لانها من الاشياء المهمه. وان شاء الله في حلقات قادمه قدام هبدا اشرح لك ليه لازم تتعلم برمجه، وايه اهم الويب سايت اللي انا قدرت اتعلم عليها، وايه اهم البرامج اللي انا قدرت اتعلم عليها، كذلك الماركتنج. لكن الحلقه دي عموما ان انا عاملها اهم الحاجات اللي انت تقدر تتعلمها الايام دي. الحاجه الثانيه او الحاجه الثالثه، لازم تبدا تتعلم يعني ايه انترنت او التسويق الشبكي. لازم تعرف يعني ايه نت، ويعني ايه لازم تشتغل على النت، وان الشغل على النت شيء مهم جدا. او ممكن في الاول يعني تتعب وما يكونش فيه مثلا عائد مادي كويس، او ما يكونش فيه عائد مثلا مادي خالص، فلازم تبدا تتعلم يعني ايه نت، ويعني ايه تشتغل على النت، وايه اهم الوظائف اللي تقدر تشتغل بيها على النت، وايه ازاي تقدر تعمل ويب سايت معين، ان انت تعمل موقع معين لنفسك، وايه اهم الحاجات اللي انت تقدر تستفاد بالقدر الممكن من الحاجات اللي احنا يعني بقت متاحه في العصر بتاعنا ده. عصر دلوقتي بقى متاح فيه كل حاجه تقدر تتعلم فيها ببلاش، وتقدر تتعلم فيها كل حاجه وكل اللي انت نفسك تتعلمه ببلاش.
لكن كل اللي عليك انت تقدر بس ان انت تعمله ان انت تدور ازاي تتعلم برمجه، ازاي تتعلم ديجيتال ماركتنج، ازاي تقدر تشتغل على النت، وان ازاي تدخل فلوس من الانترنت، وازاي هل فلوس الانترنت. في سؤال دايما كان بيجي يقول لك ايه، طب ما فلوس النت حرام. مين اللي قال لك ان فلوس النت حرام؟ انت راجل بتتعب وبتشتغل وبتبذل مجهود علشان يدخل لك مثلا قرش كويس، بس انت ما بتتعبش فيه مثلا عند حد. انت عامل مثلا تشانل على اليوتيوب او تشانل على الانستجرام او فيسبوك تقدر تدخل منها دخل. الفلوس دي ليه حرام؟ انت ليه بتحرمها؟ هل انت بتحرمها علشان انت مش قادر تشتغل على الانترنت فتقول لك مثلا ان فلوس النت حرام؟ وفلوس النت حرام في حاله واحده بس، اللي هي انت لو عامل حاجه فتنه، او ان انت بتنشر حاجات مثلا بتسيء لدينك او بتسيء لاخلاقك، او عارف ان هي عليها ذنب، مثلا زي اللايفات اللي بتطلع في التيك توك. هل فلوس التيك توك حرام او حلال؟ انا ما اقدرش افتي، ولكن اللي انا شايفه ان فلوس التيك توك من اللايفات اللي انت بتطلع عليها بتبهدل نفسك وبتبين جسم حد، او بتخش مثلا تحدي مع حد انت مثلا عارف ان هو يعني بتطلع بجسمها، او تطلع ان هي مبينه حاجه معينه علشان تجذب الانتباه. فالفلوس دي من غير شك حرام، ده اللي انا اعرفه. لكن هل الفلوس بقى نعمم ان فلوس الانترنت كلها حرام؟ للاسف يعني فكره التعميم دي بلاش منها في كل حاجه. يعني انا مثلا اقول لك ان انت لازم تتعلم برمجه، فتقول لي لا البرمجه مش كويسه، وانا نفسي جربت البرمجه. طب ما انت نفسك جربت البرمجه بس ما نفعتش معاك، بس انا مثلا لو جربت البرمجه نفعت معايا ومسهله لي حاجات كتير جدا في حياتي. فلازم تبدا تتعلم برمجه. الحاجه الرابعه، ودي ضيفها والله يعني لسه حالا عارف اهميتها، الا وهو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي بالذات يا ساده لازم تفهم، لازم تعرف تشتغل ازاي. لازم ان احنا بقينا في 2023 والناس لغايه دلوقتي مش عارفه يعني ايه اهميه الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مثلا السكريبت اللي انت بتسمع حلقته النهارده ده، انا مثلا محضره من على الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي مثلا دلوقتي انا ما بعمل، انا لما بشتغل مثلا اعمل ايديت للفيديو ده، فانا بشتغل بيه على الذكاء الاصطناعي مثلا على فوتوشوب او بريمير. فانا بدخل معلومات معينه وهو بيبدا يدخل لي فيديوهات مثلا معينه، يقدر مثلا يكتب لي نصوص او تاكس في الحاجات، او مثلا انا لو في حته عايز اعمل لها قط او حاجه فبيبدا يسيلي. فالذكاء الاصطناعي بقى دلوقتي لازم تبدا تتعلم، يعني حتى لو انت مش عايز تتعلم مثلا الذكاء الصناعي، فتقدر ان انت تعرف معلومات اكتر عن الذكاء الاصطناعي، وازاي الذكاء الاصطناعي ممكن تخليه يجي لك لغايه عندك، وان هو يسهل لك حاجات كتير جدا ان انت مش قادر تعملها. مثلا انت لو صانع محتوى بس، فانت بتبدا تدي للذكاء الصناعي ده مثلا معلومات معينه عن فيديو انت عايز تعمله، وهو بيبدا يكتب لك السكريبت. مثلا انت لو فيديو اديتور اللي انت بتعمل فيديوهات او مونتاج او حاجات زي كده، فانت بتبدا تدي للذكاء الاصطناعي مثلا. وبريمير مثلا دلوقتي دخلت فكره الذكاء الاصطناعي في فكره الذكاء الاصطناعي دلوقتي في حته المونتاج وحته الفوتوشوب والالستريتور والحاجات اللي هي حاجات البريمير عموما. فيبدا البريمير دلوقتي تديله معلومات معينه بالذكاء الاصطناعي فيبدا يشتغل. فلازم الحاجات دي تتعلمها، لازم تبدا تشتغل يعني، وتفهم حته الذكاء الاصطناعي ده ازاي الحاجات تقدر تخليها لصالحك في اي حاجه عموما. اي حاجه لو انت قادر تستفاد منها اكبر قدر ممكن تخليها في صفك، خليها في صفك من غير ما انت تفكر اصلا. والحاجه الاخيره يا ساده الا وهي اللغات. كتير بقى بتكلم في فكره اللغات، وان احنا لازم نتعلم اللغات، وان احنا اهميه اللغات يعني مش قادر اقول لك ان هي بقت حاجه اساسيه دلوقتي في الكون ده. اللغات دلوقتي بقيت ان انت لازم تتعلم لغه، لازم تبدا تتعلم، لازم تبدا تشتغل على نفسك في حته اللغه دي. ما ينفعش ان انت دلوقتي ما يكونش معاك انجليزي ولغه ثانيه. لازم يا سيدي تتعلم. والله ما في حاجه بقت بتترحم الايام دي لو انت معكش مهاره معينه. مصر الخزيبي قالها قبل كده: كلما تعددت مهاراتك كلما قل احتياجك عن الناس، وكلما قلت مهاراتك كلما زاد احتياجك للناس. فيعني لازم تبقى تقيل في سوق العمل، لازم يبقى معاك انجليزي، لازم يبقى معاك لغه تانية تقدر تشتغل عليها. فكونك مش عارف لغه لغايه دلوقتي فدي مصيبه يا سيدي، والله يعني صدقني. انا عرفت اهميه اللغه دي لما دخلت الكليه، وعرفت ان اللغه دي شيء اساسي جدا لازم كنت اتعلمه.
وكنت شخص مريح دماغي جدا جدا من فكره اللغه دي، وكنت قلت ايه اللي انا هستفاده لما اتعلم لغه. لكن عرفت اهميه اللغه لما حسيت ان انا بقيت بروفيشنال او حته تقيله في حوار اللغه ده، وحته ان انا اثبتت لنفسي مثلا ان انا لازم اتعلم لغه، لان اللغه بقت شيء مهم. انت دلوقتي لما تروح انترفيو او حاجه لازم يقول لك انت معاك انجليزي وايه، فلازم تتعلم، لازم تبدا تتعلم لغه. مفيش نقاش، مفيش جدال طب انا هستفاد ايه، لا مفيش، ما تبقاش بقى شخص عنيد انت بتعاند نفسك، لا لازم تبدا تتعلم لغه. فهو ده كل المهارات اللي انا بدات اتعلمها من سنه تقريبا، ومش اخدت فيها شوط كبير، بس استفدت اكتر قدر ممكن من البرمجه والديجيتال ماركتنج، وازاي ان انا اشتغل على النت، وازاي ان انا بدات ان انا اسخر الذكاء الاصطناعي لصالحي، وبدات اتعلم لغات. فلو فادك الفيديو ده ما تنساش بقى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، ولعل في يوم من الايام نوصل للصوره اللي ورا دي. فاشوفكم على خير في فيديو جاي. السلام عليكم.